اهلا بيكم يا جماعه في فيديو جديد تاني وتاني على طول مع كريم حسن. النهارده فيديو جديد ومختلف. النهارده بقى مختلف بجد. اقول لك ليه مختلف بجد. طبعا انت شايف الكستين كده وتقول لي ايه علاقه ده بده يا عم كريم، انت بتهزر ولا ايه؟ انا اقول لك ايه علاقه ده بده. ولقيتين منزل قريب مسحب جديد، ومنزل برضه سندوتشات مسحب. فاحنا عملنا ايه يا باشا؟ جبنا مسحب، سندوتش المسحب بتاع البيك، وجبنا سندوتش المسحب والمسحب بتاع ولقيتين عشان نشوف بقى قرب بنسبه كام للبيك. طبعا لان ده الريفرنس الاساسي اللي بنبني عليه كل حاجه في المسحب. فيلا بينا نطلع حاجه ونجيلكم، يلا بينا. دي كده الحاجات اللي جايه مع البيك. ده السندوتش، ودي الوجبه، العيش والصوصين بتوعها، مناديل مبلله. ودول ده السندوتش بتاع ولعتين. ده اصغر حجم، انا جبت اصغر حجم. تمام. وده الكاتشب اللي كان معاه، حاطين 5 كاتشب. ودي وجبه مسحب 3 قطع. تمام. طبعا مش هنقارن اسعار، بس انا هقول لكم الاسعار بتاع ولعتين عشان تبقوا عارفينها. السندوتش ده تقريبا ب 45 جنيه. انا هكتب لكم كده كده السعر عشان مش فاكر. هكتب لكم السعر تقريبا ب 45. ودي وجبه مسحب 3 قطع مع العيش بس من غير صوص ولا بطاطس ب 37 جنيه. بصراحه انا شايفها غاليه. هو بيحط رغيف عيش من العادي ده، الفينو بتاعنا، الفينا ده. تمام. ودول الثلاث قطع، 3 قطع مسحب اهو. تمام. هنقارن بقى في الشكل والحجم واللون وكل حاجه. نبدا بالمسحب ولا بالسندوتش؟ تعالى نبدا بالسندوتش لان انا المسحب قصدي، لان انا متحمس للسندوتش قوي، لان انا بحب السندوتش ده جدا. البيك بيك ده يا جدعان في حته ثانيه، والله في حته ثانيه. العيش بتاع البيك، انا عايز اقول لكم بس حاجه. البيك ده اتفرزن وسافر وخد مشقه وعناء سفر وفك، وجا عندي سخنته. تمام. فنقدر ده ولعتين عادي جدا جاي من نص ساعه. مفيش يعني ايه مقارنه. ادي المسحب، صلصه المسحب وصلصه التومه والمناديل المعطره. نفتح كده الوجبه دي، شوف كده. ادي وجبه مسحب 7 قطع المفروض. سبايسي مكتوب عليها في الجنب اهي، سبايسي. سبايسي. بصوا في الرايق. بص بقى، نبص اول حاجه على الشكل. اللون هنا اغمق سيكه. مش عارف، والله ما بأفر، بس انا حاسس ان طالع منها ريحه زيت طعميه. انا مجرب دي من يومين 3 وبصراحه كان طعمها حلو جدا. تمام. كان طعمها حلو قوي، بس حاسس ان طالع منها زيت طعميه. يعني شم كده، صح؟ ايوه ايوه. زيت طعميه. ربنا يستر. هي اصلا لونها اغمق كده. بص شفت الفرق؟ تلاقي دي لونها اغمق شويه من دي، اللي هي بتاعت الولعتين اغمق شويه. تمام. فده تقريبا الزيت ما اتغيرش بقاله كتير يعني. نبدا بولعتين عشان انا البيك كده كده عارفينه يعني. هنبدا بولعتين. بسم الله. بص، ولعتين عامل مساحه حلو جدا. بصوا نساير، التتبيله واصله لكل حته جوه. بص كده معايا، التتبيله واصله لكل حته جوه. والفراخ نساير مش معجون. طعمها حلو، طعمها حلو جدا. التتبيله طعمها حلو جدا. الزيت ده لو ما كانش الحمق كمان سيك كده كانت هتبقى في حته تانيه خالص. طعم التتبيله على فكره حلو جدا جدا جدا. بصوا التتبيله، التتبيله في كل حته جوه وحراقه. طعمها رايق جدا جدا جدا. دوق كده، جامد. مم. رايق. حلو حلو. حراق. السبايس بتاعه جامد، رايق. عارف بقى ندوق ايه؟ السدوس بتاعه عالي قوي صراحه. انا مش رايح مره واعرق. السبايس بتاعه عالي. انا ندوق بقى البيك. بسم الله. بص، العيتين جامد وكل حاجه. تمام. بس انا عايز اوريك حاجه. بس بص، شايف التتبيله؟ ده غير بقى طعمها المميز جدا جدا جدا. يعني هو العيتين طعمه جامد. تمام. بس ملوش اي علاقه بتتبيله البيك يا جدعان. لو عشان شلنا الحته اللي بره دي، الفرايد اللي بره ده. بصوا تتبيله الفراخ. الفراخ واصله التتبيله في كل حته جوه، كل حته فيها تتبيله. معرفش هو عاملها كده ازاي يعني، بس جامده يا جدعان، جامده قوي. تعالوا ندوق بقى التوميه وصلصه المسحب تاني. ناخد حته مسحب بقى، نحطها كده. التوميه بتاعته في حته تانيه يا جدعان. ندوق كده. على فكره ممكن تحس ان الولايتين تتبيلته احلى شويه. يعني تتبيلته الولايتين
تتبيله يا جدعان، بصوا تتبيله اصلا ازاي في كل حته، ويكون طعمها رايق. فطبيعي ان السندوتش ده لازم يطلع عالمي، اصل لو ما طلعش عالمي ايه اللي هيطلع عالمي؟ فاهمني؟ تعالوا يلا ندوق. مش طبيعي، بصوا التتبيله واصله في كل حته ازاي بيعملوا كده يعني؟ ازاي بتوصل التتبيله لكل نص سنتي جوه السندوتش كده؟ ازاي يا جدعان؟ تعالوا يلا ندوق. بسم الله. ايه ده؟ جامد قوي، جامد قوي 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 يعني. مفيش كلام يتقال يا جدعان. اجمل سندوتش في الدنيا بجد حرفيا هو ده صح، اجمل سندوتش تدوق في حياتك الدنيا. ايه ده يا جدعان؟ اكلمك بقى على ايه ولا ايه؟ هنا الصوص اللي كنت بقول لك المفروض يحطه سبايسي ولا ايدين، هو حاططهولك. الفراخ التتبيله كتير وفي كل حته، طحينه كده من السندوتش، الصوص كتير والسندوتش جوسي وفي كول سلو تحته. يا جدعان يا جدعان لسه بقول لك العيش لازم يبقى فريش. هنا بقول لك ده جاي سفر يا باشا، السفر بقى لك 12 14 ساعه في الطريق والعيش فريش افرش من ده. تخيل والله عيب، والله العظيم عيب ريحه العيش يا جدعان. ايه الجمال ده يعني؟ انا والله العظيم ما تطبيق. بس الساندوتش البيك ده انا اقول لك مسحب جامد، بس ما يستاهلش التعب يعني انك تروح له مخصوص والكلام ده. في حاجات قربت منه في مصر، قربت طبعا مش زيه، لكن ده اقسم بالله ما في حد يعرف يعمل ربعه. لا مش طبيعي يا جدعان، مش طبيعي. بص يا معلم، خلاصه الكلام ده كله بقى، البيك جامد قوي 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 قوي. السندوتش ده لازم تجربه في حياتك، ما ينفعش ما تجربوش. يعني شايف اخواتنا اللي في السعوديه، انا لو جنبي البيك انا هزيد مثلا 50 كيلو في يوم، من كتر ما انا مش هقدر ابطله، مش هقدر اخلص السندوتش اخش في اللي بعده، هموت بسببه. طعمه جامد قوي، والعيتين عامل مستوي نافس. لو يسمعوا بس كلامي في السندوتش ويزودوا الصوص الحراق ده هينقل السندوتش في حته ثانيه خالص. ويا سلام بقى لو حطيت شويه كولسلو زي بتاع البيك ده، هيبقى في حته ثالثه ورابعه. والعيش يبقى فريش سيكا، بس فريش سيكا تمام. لكن والعيتين المسحب بتاعه حلو جدا ينافس ينافس. لكن البيك يا جدعان في حته ثانيه. بس كده ده اللي كان معانا النهارده. تشوفوا لايك شير سبسكرايب في القناه، وسلام يا رجاله.